لميا جالها اتصال على الهوا خلاها انهارت من العياط. مش بس هي لوحدها اللي انهارت من العياط، كمان الناس اللي شافوا الحلقة اتأثروا بالحلقة دي تأثر شديد جدا، واتأثروا بالمتصلة اللي اتكلمت في البرنامج. يعني خلتهم فعلا يعيطوا جدا ويبكوا من قلبهم. ليه حصل كده او ايه القصة بالظبط هحكيها معاكم دلوقتي. اللي حصل ان لميا كانت قاعدة بتقدم البرنامج عادي جدا، وكان قدامها احد الشيوخ العظماء، وكانت بتتكلم معاه عادي جدا، فلقت في حد متصلة اتصلت بيها على الهوا. فبتقول لها اتفضلي، شوفي يعني ايه سؤالك، او حابه تسالي الشيخ يعني ايه بالظبط، في ايه بالظبط. فراحت قالت لها لا انا مش متصله عشان خاطر اسال الشيخ، انا متصله عشانك انت، عشان اطمن عليكي. فقالت لها هل بقيتي دلوقتي احسن، صحتك احسن؟ قالت لها اه الحمد لله بقيت صحتي احسن. وده لان لميا كانت خارجه من تعب معين يعني، ورجعت بعد كده البرنامج، فكانت يعني واخده فتره كده كانت تعبانه فيها جدا، وده انتشر على السوشيال ميديا بشكل كبير. فكانت بتطمن عليها تقول لها بقيتي احسن؟ قالت لها اه الحمد لله بقيت احسن، ورجعت البرنامج وبقيت الحمد لله صحتي زي الفل، والحمد لله رب العالمين. فقلت لها انا متصله يعني عشان اطمن عليكي، وكمان ان انا عايزه اقول لك ان انا بحبك جدا جدا، لانك انت ليكي قصه مع امي. فلمياء استغربت، قالت لها طب انا يعني اعرف مامتك؟ فقالت لها لا ما تعرفهاش، بس انت ليكي قصه معاها. فلمياء استغربت، قالت لها طب ازاي، احكي لي اكتر. فقالت لها انا والدتي كانت يعني بتحب اخويا جدا، بحبه جدا جدا. فجاء اخويا ده مع الاسف اتوفى في حادثه. فمن كتر زعلها عليه وفعلا صدمتها الكبيره قوي ان هو توفى، وقعدت تبكي عليه كتير جدا، لدرجه ان هي اصيبت بالعمى. من كتر الزعل والعياط عليه راحت اصيبت بالعمى واتعمت تماما، مبقتش بتشوف. فبتقول ان انا يعني كنت زعلانه عليها جدا. وفي نفس الوقت كنت دايما بلاحظ حاجة غريبة جدا معاها، ان هي دايما البرنامج بتاعك تحب تتفرج عليه بشكل كبير، يعني تحب تسمعه، تقعد بس قدامه كده تسمعه. ومن كتر حبها فيكي كانت بتحط ايديها على الشاشة بتاعة التلفزيون تقول لي انا عايزة بس المسها كده بايدي، عايزة اسلم عليها، اللي هو من كتر ما هي بتحبها. فانا كنت بستغرب جدا، بقول لها يا ماما طب هي يعني مش قريبتنا، مش حد قريب منك، يعني ايه كم الحب اللي انت بتحبيها كأنها حد من دمك، يعني حد بنتك اختك، حد انت تعرفيه، رغم ان هي مجرد مذيعه انت بتشوفيها بس على التلفزيون، يعني عمرك ما شفتيها حتى في الحقيقه مره واحده. فايه سر الحب ده؟ قالت لها انا مش عارفه ليه بحبها، بس انا بحبها جدا جدا، حاسه ان هي فعلا واحده اعرفها من زمان. فكنت بستغرب جدا ان في حد بيحب حد كده وهو ما يعرفوش او شافه قبل كده غير بس من التلفزيون. فلما جت امي دي مع الاسف اتوفت، بقيت ان انا من كتر هي حبها فيكي انا حبيتك عشان هي بتحبك قوي. فبعد ما توفت بقيت عايزه ان انا يعني اتكلم معاكي اقول لك قد ايه ان هي بتحبك. فبتقولي من كتر حبها فيكي انا حبيتك، لدرجه ان انا لما عرفت ان انت تعبانه من السوشيال ميديا، بدات ان انا اطلع صدقات بنيه شفائك، من كتر ما انا خلاص بقيت بتعامل معاكي على انك واحده اعرفها قوي، او واحده قريبه جدا، من كتر ما ماما محبباني فيكي قوي كده. فلميا لما سمعت الكلام ده انهارت من العياط بشكل كبير جدا، لدرجه ان هي ما عرفتش ترد عليها بولا كلمه. فالشيخ اللي كان قاعد قدامها بدا ان هو يتدخل ويقول لها دي حاجه، يعني لما حد بيحب حد كده ده معناها ان ربنا بيحبه فبيحبب فيه خلقه، وده مش اي حد يقدر ان هو يعني محدش يقدر يشتري حب الناس، فان ربنا يميز حد بميزه زي كده دي حاجه حلوه جدا. ولمياء برضو مش قادرة ترد خالص، وعمالة تعيط تعيط ومش قادرة ان هي تمسك دموعها. فالناس اتأثرت جدا بالحلقة، وان هي كمان البنت قالت لها ان انا في الفترة دي لما امي توفت، لا لما امي توفت وابويا كمان كان متوفي واخويا كمان قبليها توفى، فاللي هو انا حاسه دلوقتي ان انا وحيده ما فيش حد معايا خالص. وكمان ما رضيتش ان انا اتجوز عشان خاطر كنتش عايزه اسيب امي خالص. فحاسه انا فعلا لوحدي تماما،